ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. قبل ما نبدأ الكلام صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. فيديو النهاردة بسيط وخفيف على قلوبكم، وان شاء الله كلنا هنجربوه وهنعملوه عشان خاطر ولادنا اللي في المدارس. تعالوا بينا نشوف هنعمل ايه. معانا كيلو دقيق جميع المستخدمات، هنحط عليه معلقة بودر او كيك شيف، معانا باكيتين باكوين خميرة فورية، ذرة ملح، 3 معالق كبار سكر، ونص كوباية زيت. هنعمل بيهم احلى شوية جرس بسمسم بيتي مش هتنسى حلاوتهم، وحوالي كوبايتين مية دافية عشان الجو برد. وهتعجين عجينتك الخميرة تنشط معاك بسرعة. معلش يا عجينتها يا بنات بتشبط شوية، بس ان شاء الله هتبقى معاكم حلوة في الطياب. طبعا احنا عجناها حلو، اهم حاجة تلت العجينة كويس، ودهنا الطبق اللي احنا عاجنين فيه زيت عشان ما تشبطش فيه. وهنسيبها تستريح شوية. متنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، سموا الله. ويا رب لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. هنقطعها كور صغيرة ونسيبها ترتاح شوية، وهنشتغل فيها على طول ان شاء الله. طبعا انت بقى لو حابة، يا بركة بسم الله الرحمن الرحيم، يا بركة بسم الله. طبعا بقى انت تقطعها كور كبيرة صغيرة، دي حاجة ترجع لك انت. ممكن تحبيها تعملها عيش فينو، هي نفس العجينة برضو، واقتصادية ما حطناش حاجات فيها ياما كتير ولا حاجة. انا طبعا عاملاها وسط عشان تبقى كويسة، حطيتها في اللانش بوكس لولادي. حبيت احط لهم قرصة بلبن الصبح. حابة تعمليها سادة وتدهني وشيها زيت قبل ما يدخل الفرن عادي. حب بالسمسم طبعا حطينا على السمسم شوية سكر وشوية زيت عشان يبقى رمل كده يلزق في القرصة، وما تتكيش عليها جو، حاجات بسيطة بس تلزق السمسم وخلاص، بحيث ان هي تطلع السمسمة لازقة فيها ما تفرطش منها وتبقى حلوة. والسكر وتبقى بسكرها وسمسمها زي ما بيقولوا بغمس. وبشغل الفرن البلدي الغاز العادي، او حابة تحطها ما عندكيش فرن غاز حطها في الفرن البوتاجاز على الشواية عادي، على ما تحمر تاخد لون من فوق ومن تحت. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله، هتاكلي احلى شوية جرس. يلا قولوا لي ايه رأيكم، وما تنسيش تكتبوا لي في التعليقات، وانتظروني في فيديو جديد. ما تنسيش تشتركوا بالقناة وتعملوا لايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.